اهلا اهلا، يلا بقى كده شوية نشاط وهنغسل الشفاط. انا عندي شفاط رقم اسمه ايه، هرمي. زي ما انت شايفة كده. تمام، ده بعد ما نضف طبعا. شوفوا ده، كان شوفوا هو، استغفر الله العظيم يا رب، وسخ ازاي. انا الصراحة يا جماعة، يعني انا اول مرة والله فعلا اسيبه كده. يعني جوزي كان يقول لي انت مش هتنضفي الشفاط ده، انت سايباه كده ليه؟ انت اول مرة تسيبيه كده. اقول له علشان انا هصوره مع هصور فيديو وانا بنضفه. يجي بعد كام يوم، يا بنتي نضفيه ما ينفعش كده. قلت له انا عاوزاه يفضل كده، انا عاوزاه يبقى وسخ كده. تمام. زي ما انت شايفه كده، شايفه الفلاتر شكلها استغفر الله العظيم يقرف ازاي. شايفه. انا عندي اللمبه بتاع الشفاط التانية محروقه، عايزه تتغير. يعني سهله في تغييرها والله، بس كسل بس. الفلاتر الكربون دي بقى تشيليها، لان بتبقى كلها دهون. فعايزين نغسلها غسله حلوه كده. شوفي المسام مقفوله من كتر الدهون، من الجنب ده ومن الجنب ده. زي ما انت شايفة كده، شايفة القرف. استغفر الله العظيم. هنشوف بقى عملنا الجمال ده بقى ازاي. هننضف بقى ومن فوق ومن تحت والجناب وكله. طبعا السخان في مية سخنة. تمام يا جماعة، اهو انا بوريكم اهو. ماشي، هنقوم قافلين الحوض بالسدادة بتاعته. وهنقوم ايه نقعين بقى الفلاتر ديت. هننقعه في ايه بقى، في محلول بقى ما شاء الله خطير، وهيفور كل الدهون دي دلوقتي. هننزل بقى بحبة صابون سائل كده حلوين، وبكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو. كربوناتو اللي كلكم عارفينه. اهو. تمام، والخل. هيديك شايفة الفوران ده، احنا عاوزين كده. مع المية السخنة بقى اللي بتغلي من الحنفية بقى، واديله ادي. شايفة الفوران. زي ما انت شايفة كده. المية انت لو لاحظت ان المية اتوسخت. يعني وشوفوا، يعني لسه ما عملتش حاجة. هنسيبها بقى ايه تنقع كده بقى في المحلول ده. وهناخد حتة سلكة حلوة كده. وهناخد حبة من المحلول ده، من المية السخنة ديت. وهنغسل بقى ايه الشفاط. طبعا هنبدأ من الشفاط من فوق. ما هو ما ينفعش نبدأ من تحت واللي فوق لسه وسخ كده. تمام. اهو. امسكي بقى حتة سلكة بقى كده وبلها من المحلول ده. وانزلي بقى ايه، وادعكي بقى ادعكي. على فكرة ده ده غلاف على الشفاط. يعني هو كله لونه فضي كده. تمام. بس انا يعني بقول لجوزي شيء اشيله، يقول لي لا، سيبيه يحافظ على الشفاط. زي ما انت شايفه كده. ادعكي بقى كده بالسلكه. هو تراب بس من فوق. اكمن النقط اللي بتبقى من تحت دي، وفي نقط كده برضو رخمه كده برضو، دي دهون. تمام. هو بصوا يا جماعه. يعني الشفاط الهرمي ده له ميزات وله عيوب. يعني هو ما بيشفطش حلو زي الشفاط التوشيبا العادي اللي هو بريش ده، اللي هو اللي هو 5 6 ريشات ده. اللي هو زي المروحة ده. ما بيشفطش قوي زيه. بس التاني بيبقى المكان اللي من عند البوتاجاز لعند الشفاط كله دهون، واستغفر الله العظيم قوي. يعني بيبقى صعب قوي 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 في تنظيفه. وتنظيف الشفاط نفسه بيبقى صعب. مش زي ده خالص. ده ميزته ان هو ما بيبقاش فيه دهون. يعني ما بيسيبلكيش بقى دهون في المطبخ، ولا على الحيطه، ولا كلام من ده. شايفه انا غسلته كله من فوق ومن الجناب كده. وبمسحه بقى بفوطه كده مبلوله ميه مغسوله طبعا ومعصوره. شايفه كل دي تنايات من الورق نفسه. عاوزه اشيله والله. بس المره الجايه بقى ان شاء الله. شايفه لم بقى كده ونشفه ونضفيه. زي ما انت شايفه كده. تمام يا جماعة. دوت ميزته ان هو في تنظيفه سهل. مش زي التاني. شايفة الفراتل بقى دي، شايفة المسام بتاعتها مقفولة. وطالما المسام مقفولة كده فيها دهون، يبقى ما بشفطش. ركزوا معايا. لما المسام بتاعت الفلاتر ديت هي، لان ده الكربون ده، الفلاتر ديت هي اللي بتشفط الدهون. ماشي. شايفة انزلي بقى بالكربوناتو كده وعليه الخل. شايفة الفوران، وهننزل بمية مغلية. شايفة الجمال. شايفة. ده بقى كله هيفور.
انا الفلاتر ديت يا جماعه، انا كنت ما بحسبهاش بتتغسل كده. انا لفت عليها علشان كل 5 شهور كده ولا 5 6 شهور كده بتتغير، عشان الدهون اللي عليها ديت. شايفه، شايفه الفلاتر. هجيب لك واحده اوسخ من دي كمان علشان خاطر ايه تشوفوا الفرق. شايفاه ده اكتر واحدة اللي هي تحت، بتبقى تحتها العين شغالة كتير، بشغلها كتير، فبتبقى فوقها إيه بتبقى مليانة دهون اكتر. الفلتر اللي فوق العين اللي شغالة على طول بتبقى مليانة دهون اكتر. شايفة نضيفة من جنب ووسخة من جنب ازاي؟ شايفة في ثواني يعني الدهون فكت من الفلاتر بسبب المحلول اللي احنا حطيناهم فيها ده. وما قعدوش يا دوبك ربع ساعة، متهيألي ما كملوش ربع ساعة منقوعين يعني. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. الفلاتر الكربون لما بتتسد يعني كانت اتسدت مني خلاص وما عادش بيشفط حلو خالص. فروحت ادور عليه ما لقيتش قطع غير له خالص خالص. وقالوا اللي فيه يقول اتصلوا بالتوكيل وكلام من ده وهيبقى غالي وبتاع. فقعدت ابحث واشوف على النت، اتاريه بيتغسل. يعني اصلا سألت واحد من يوم ما كنت بلف كده وبدور على الفلاتر دي، قال لي بصي يا بنتي، هو لما بيجي كان واحد بقى بتاع صيانة، لما بيجي الفلتر ده علشان حد مثلا عاوز زيه، بنغسله بكربونات وبخل وكلام من ده. وبينضف وبيرجع احسن، بيرجع زي الاول لكنه ما فيهوش حاجه. قلت له يعني اغسله ينفع؟ قال لي اه اغسليه بس وعلى ضمانتي. غسلته ولقيته بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. اللي شايفه بقى انا خلصت غسيل الفلاتر. ماشي، شايفه بقى. انزلي بقى الميه دي طبعا هتسلك اصلا الحوض، وهتنضف لك لا مؤاخذه البلعات، وهتظبط لك الدنيا. اشطفي بقى الفلاتر كده بتاعتك زي ما انت شايفه كده. فمن يومها بقى انا كنت غسلت الفلاتر دي قبل كده وغسلتها معاكم المره دي، يعني لقيتها يعني فكره حلوه. ربنا يجزي خير. تمام. استغلي بقى إن في ميه سخنه كده، حتى لو مش بتغسلي الشفاط، في اي وضع وفي اي، حتى وانت بتطبخي. يعني استغلي وانت بتسلقي مثلا كرومب او ارنبيط او اي ميه. استني بس هاجيلك اهو. شايفه الفلاتر دهيت؟ شايفه في دهون كده بقى نضفها بالسلك. شوف انا هعمل بقى إيه نصها كده وهوريكي برضو نصها نضيف ونصها مش نضيف، عشان اوريكي بس هي بتنضف ولا لا. شايفه؟ استني. او شوفي في الجنب دوت سودا خالص ازاي، والجنب ده ومحمره كده. المحمره دي مسام كلها مقفوله، مليانه دهون. ماشي يا جماعه، زي ما انت شايفه كده. ادعاكي بقى كل ده. شايفه دي التانية بقى، دي الفلتر التاني. شايفه الجنب ده من الجنب ده طبعا واضحه كلكم شايفين. ادعاكي كده السلكه كده صابون سائل وادعاكيه، ونزلي بقى كل الميه. شايفه الميه نازله تجري ازاي من الحاجات الحلوه اللي اتحطت اصلا في الحوض. واستغلي بقى، بقولك بتسلقي كرومب، بتسلقي ارنبيط، بتسلقي اي حاجه في ميه سخنه مغليه. عندك اللي بيتسلك البلاعات ده، واللي بنعمل منه صابون السائل، الصودا الكاويه. تمام، اللي هي فيها قشور دي. هاتيها زي ما انت شايفه كده، وحطي حبه في البلاعه كده في العين كده، وحطي حبه خل وحبه صابون سائل، وانزلي بقى بالميه السخنه. اذا كنت بقى تنزلي بقى من الحنفيه مباشره او هتلاقي فوران كده، او من الحله او كده من اي حاجه يعني بتغلي. هتلاقي فوران كده والدنيا نضفت معاكي. شايفه النظافه؟ مش نظافه من هنا بس، لا ده البلاعه كلها لغايه التصريف كله ما شاء الله بقى نضيف. شايفه بقى؟ لمعي بقى كده وظبطي. شايفه الجمال؟ شايفه النظافه بقى؟ البقع في الشفاط دي، يعني هي دي كده فيها، كان مش عارفه كان جه عليها ايه واحنا لسه هنركبه. شايفه بقى النظافه؟ شايفه؟ لمعي برضو من جوه كده وظبطي الدنيا. النقط اللي فيه ديت مش نقط، ده هي خرام كده زي تهويه كده له.
لقيت اي حاجة بقى كده بالسلكة نقط دهون كده نضفيها. ماشي، تنظيفه سهل جدا مش زي التاني خالص، بس الشفط فيه بيبقى اقل من التاني شوية، مش حلو قوي زي التاني. شايفة النظافة بقى؟ هي المكان بتاع اللومات دول بيبقوا صفر كده. ركبي بقى الفلاتر القمر ديت اللي نضفت بقى ونشفت، نشفها حلو. ماشي زي ما انت شايفة كده. ركبيها برضه، بتتشال وبتتركب بكل سهولة برضه. شايفة الجمال؟ هنركب بقى الفلاتر اللي نضفت برضه ونشفت. تركيبها برضه سهل جدا. شايفة الحتت اللي من ورا دي تحسها غامقة شوية، بس عشان بس الكاميرا. انا هدخلك بقى جوه، هو انا هعمل لك يعني هي عاملة كده، بس هي نظيفة ما شاء الله. شايفة؟ شايفة من عند الزراير وكله. وبقى بالجمال ده اشتركت في القناة ولا لسه؟ اتمنى اشتركي في القناة، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.